ديالو تزيد عليه. اما السلام عليكم الاخوان، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير بصحه جيده. مرحبا بكم في فيديو جديد وفلوق جديده الاخوان، سياده جديده ان شاء الله. في هذا الفيديو الاخوان بحكم بعض الاصدقاء طلبوا مني انني ندير فيديو كيفاش نعجن بيلوطا، كيفاش نقلب على المصايد، كيفاش الروش، كيفاش بزاف د الحوايج. المهم اخوان في هذا الفيديو هذا معايا واحد الصديق، حنا راه كنا دابا راه صافي راه سالينا الصياده الاخوان. معايا واحد الصديق جا باش غادي يتعلم معايا البيلوطا، راه دوزنا النهار ديالنا. في هذا الفيديو الاخوان غتشوفوا الطريقه كيفاش غادي نعجن بيلوطا، وكيفاش غادي نقلب على المصايد، وكيفاش غادي نصايب الرشان ديال الاخوان. واخا في هذا الفيديو كان الحوت شويه صغير، المهم كانت تجربه اننا نوريو للاخوان كيفاش نعجنوا البيلوطا، وكيفاش نطعموا، وكيفاش نرشوا، وكيفاش نصيدوا. خليكم معنا الاخوان وتفرجوا في هذا الفيديو، ما تنساوش تجيو كومونتير تبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم، وكنتمنى انه الفيديو ينال الاعجاب ديالكم الاخوان. نبداو الفيديو ديالنا صافي. المهم الاخوان المبتدئين، باش بغيت تنقي السردين ديالك ضروري تكون عندك شويه الرميله. هذا هو السردين ديالنا الاخوان، كويلو ديال السردين ضروري دير عليه الرميله بحال هكا باش تنقيه. هانتوما الاخوان التنقيه هي تحيد لي هذه هذيك الشكامه ديالو. الشكامه ضروري خاصها تحيد بحال ما الشكل الاخوان. تحيد لي الشكامه ديالو ومصيرناش الاخوان، غنديروهم في الرشان. انا نوريكم الطريقه ديالهم كيفاش. تحيد لي السنسول ديالو بحال ما هاد الشكل. انا نوريكم جوج طرق الاخوان. كاين اللي كيحيد الفيلي بحال ما هكا الاخوان، هبره غير الهبره. كاين اللي كيخليها بالقشره ديالها. انا الاخوان غادي نحيد ليها، غنفيليها غير الهبره. المهم اخوان غنكملوا الحوت ديالنا كامل بهذه الطريقه هذه، غادي نفيليو وعاد غنوريكم الطريقه باش غادي نعجنوها. عندنا السميده، وعندنا طحين الفورس، وعندنا الزيت كابايلا. هادشي هادو هما المكونات اللي كتحتاج البيلوطا الاخوان. خليكم معنا الاخوان. المهم الاخوان بالنسبه لدوك التفليقات ها هما، راه خليت هاد السريدينات هادو ها هما الاخوان، غادي ندقهم مع هاد المصيرنات باش غادي نزيدو عليهم شويه الرميله والزيت كابايلا ونرشوا بهم المصيده الاخوان. اما بالنسبه لهاد الريوس والسمسول ما نحتاجهمش الاخوان، يدخلوا علينا السمسار. هادوك التفليقات الاخوان درنا لهم الرمله ها هما، غنعجنوهم. بالنسبه للناس اللي باغا تتعلم تصيد بالبيلوطه، هذه هي الطريقه الاخوان. صافي نبداو نزيدو شويه ديال الطحين، ما تكثروش الطحينه الاخوان، داكشي عينكم ميزانكم. كاين الدراري كيسولوني كيقولوا لي شحال نديروا الكميه ديال الطحين، واش قد الكميه ديال الطحين، قد الكميه ديال الرمله، قد الكميه ديال السميده الرقيقه الاخوان. شوف انت كيفاش بغيتي البيلوطه، واش رطبه واش قاصحه، ولكن من الافضل تبقى رطبه الاخوان بحال هكا. ساهله ماهله الاخوان. تنقي السردين، تاخذ دوك التفليقات ديالو، دوك الفليقات ديالو، تزيد عليهم الرمله صافي، وتبدا تزيد عليهم الفورس. انت كتحس بالعجينه ديالك بدات كتجمع صافي، وكتزيد لها الزويجه. هانتوما الاخوان تحس بها مابقاش كتلصق لك في يدك، عرف راه البيلوطه راه مزيانه. نزيد واحد شويه ديال السميده رقيقه. انا كنفضل تبقى شويه رطبه الاخوان. صافي نبداو نزيدو لها شويه الرميله. علاش قلت لكم داكشي عينكم ميزانكم. هانت دابا درت الرمله ودرت الطحين درت السميده، كيبان لي بان باقا شويه تتلصق، باقا ما تجمعتش.
نزيد شويه الرميله. الدور ديال الرمله شنو هو الاخوان؟ الدور ديال الرمله غير كتشقل لينا البيلوطه باش كتهبط لينا للقاع. هاي الاخوان دابا باش كتجمع لنا البيلوطه. اللهم بارك. ها انتم الاخوان شتي كتجي شتي مابقاش كتلصق. مابقاش تلصق. نزيدو واحد شويه الفورص باش باقا رطب واحد شويه. هي البيلوطه ديالنا الاخوان شتي كتجي صافي. دابا بقات لينا حاجه وحده الخوت، هي غنزيدو لها الزويته. صافي ونجمعو. يا الاخوان العجينه ديالنا موجوده شتي كتجي. اللهم بارك. مابقاش كتمس تلصق شتي مابقاش تلصق. اما بالنسبه للاخوان للرشان ديالنا هادو دوك المسيرنات ها هما، حيدو منهم هادوك الريوسه صافي. وخليت هاد السردينات هادو كاملين الاخوان غادي ندقهم، غنزيد عليهم شويه الرمله وزيت كابايلا وغادي نرش بهم. دقدقوا هادشي مزيان وزيدوا عليه الرمله الاخوان. الدور ديال الرشانه الاخوان هو ان كترش البلاصه اللي غتصيد فيها، كدقدق هادشي مزيان. البلاصه اللي غتصيد فيها كترش. الحوتاج كيجي اش كيدير؟ كيجي كيلقى غير الريحه، ما كيلقى حتى شي حاجه. كيلقى البيلوطه ديالك هي اللي هابطه كيتشكى عليها. المهم هاد الفيديو الاخوان انا لعبت عليه تعليمي، حيت بزاف ديال الاخوان تيطلبوا مني باش نوريهم الطريقه ديال العجينه ديال البيلوطه، الطريقه ديال الرشان. هانتوما الاخوان شوف الرشان كيدير الاخوان. شايشه بحال ما ديال قيمه طق في المصيد وصيد الاخوان. شتي كيجي هذا الاخوان غندير ليه واحد الزيت سنيكرز، واحد الزيت مجهده الاخوان على ما بغاش يجي الحوت. اما بالنسبه للاخوان المونتاج ديال القصبه انا كنظن دابا راه تقريبا عندي فيديوهات بزاف الاخوان كيفاش كنمونتي القصبه. صافي كتركب المونيني ديالك صافي كتبدا تطلع في القصبه ديالك. اما بالنسبه للقصبه ديال البيلوطه الاخوان فخاص تقريبا تكون 6 متر 7 متر 7 متر مزيان. بالنسبه للمبتدئين 7 متر مزيان. يا الاخوان بان لي المشويه غادي نرقعوا ب 24. المهم الاخوان بالنسبه للمونتاج الاخوان درت واحد الترقيعه، انا داير لاطريس، درت واحد الترقيعه فيها تقريبا واحد قول واحد المتر بحال ماك ديال 24، ودرت فيجكا ديال السبعه. هي الاخوان دابا الرشان ها هو الاخوان سطيل غنشدونا في جنبينات الاخوان. مره غادي نرش. عندنا الترقيعات ديالنا، عندنا صناينرات ضروري من اللغه الا كان شي وغيل ولا شي لعيبه ترقع عاوتاني. المهم الاخوان حنا دابا غادي نمشيو مع كنا غنمشيو هكا، ولكن غنجربوا هنا في هاد البلايص هنا الاخوان. والبلاصه اللي كما قلت لكم اللي غادي نصيدوا فيها نرشوا فيها واحد القيمه ونجرب واحد 5 دليات 6 ضرب علينا هي ديك ما ضربش عاوتاني نبقاو غاديين ونقلبوا الاخوان. المهم هادشي اللي كاين الاخوان بالنسبه للمونتاج، بالنسبه للطريقه ديال البيلوطه. دابا ما بقى لينا غير نقلبوا المصيد واش كاين شي حوت ولا لا الاخوان. خليكم معنا الاخوان. بالنسبه للمصيد المصيد الاخوان ديما اختاروا المصيد بحال هكا اللي كيكونوا كيضربوا فيه الموج وكيكون مكشكش. بحال دابا هنا انا راه رشيتها الاخوان،
راه معايا واحد الصديق عاطيه القصبه كيصيد بها. ها هي، ها هو الصديق. القصبه ديالها الاخوان ها هي حطيتها. دابا غير كنوري كيفاش الطريقه. ها هي البيلوطه الاخوان. كندير واحد جوج قميمات هنايا باش كتهبط لينا شويه للقاع. ها انتم الاخوان دابا راه رشيت هنايا. حنا نشوفوا هنا الا كان شي حوت غيضرب علينا الاخوان. هذا هو اللي كاين الاخوان. قلت لكم الاخوان الا تعلمتي تحس بالحوت وتصيد ترد فيه بحال ما بهذه الطريقه من فم وايش الاخوان، فكون على يقين انك تعلمتي البيلوط. هذا غنرجعوا الاخوان للمال. شكون الحشيلي. بالنسبه للاخوان اللي كيبغيو يصيدوا بالبيلوطه، الا تعلمتوا هذه القضيه ديال انكم تحسوا الحوت بانه كيضرب عليكم وكتردوا عليه تردوا فيه، عرفوا بانكم راه صافي وليتوا كتعرفوا البيلوطه. بالنسبه للتطعيم الاخوان، البيلوطه كتجي على هذا الشكل هذا، كديرها وسط الفيجكا بحال ما بحال هكا الاخوان. تفرك عليه واحد شويه كتجي بحال هكا. غنخليوها على المباشر الاخوان نشوفوا الا كان شي حاجه. يا بسم الله. جاو شويه 0.5 لاش غنرجع. الوغيل الشيء اللي قلت لكم الاخوان مزيان ملي وقع هذا الوغيل الاخوان. بالنسبه الى وغلت لك بحال هكا نطيف معاه واحد شويه تحلت هي هذيك. هانتوما الاخوان تحلت هي هذيك. الا ما تحلتش جمع السبيب تشل هنا. هانتوما الاخوان نشد السبيب نلوي واحد جوج لويات هنا على يدي باش ما تهرش ليا القصبه بهذه الطريقه الاخوان ونجر. ها هي الاخوان شتي ها هي الطريقه. اللهم يمشي لك الفيزكا واللون ونلصق مع الراس قصبه. هذه الطريقه الاخوان مزيانه باللي وغلش باش نوريكم حتى الطريقه الاخوان. انا في هذا الفيديو تعليمي الاخوان بالنسبه للمبتدئين. خوتي الرياس مبتدئين ضروري خاص تكون عندك هاد الصندالات. ضروري. واحد النقطه مهمه الاخوان بالنسبه للمبتدئين، بالنسبه للبيلوطه كتصيد على الحافات بحال هكا ديما الانسان يرد باله مع البحر. دابا راه البحر مطيب. ديما كنصيد وعيني على البحر. مازال دابا راه البحر مطيح الاخوان. من الاحسن كاع الا بغيتو تصيدوا تجيو يكون البحر بحال ما كان مطيح. الا كان البحر واعر عاوتاني راه حاجه اخرى. الانسان تا يتعلم وديك الساعه هادي بدا يزعم شويه. السمسار كاين السمسار بزاف هو اللي كاين تيشدو كنرجعو الاخوان. باش ما بارطاجيناش شي تقاويس زوينه ولكن البحر مخوف كما كتشوفوا. ها هو هادشي هذا هو اللي كاين الاخوان. كاين هذا كثير بزاف. الصباح وحنا كنضربوا غير هذا. مع البحر مخوف كنضربوا غير هذا الاخوان وقهرني. المهم هذا الفيديو انا درتو غير تعليمي كما قلت لكم الاخوان. الا تعلمتي تحس بالحوت كيضرب عليك وترد فيه بهذه الطريقه تعرف بانك راك صافي وليتي محترف بيلوطه. هانتوما الصباح كيضرب علينا بحال ما هذا وكنردو. هذاك الشيء الاخوان علاش ما بارطاجيناش. كان شي تقاويسه زوينه غنبارطاجيوها معكم ولكن كاين غير السمسار. المهم كنتمناو والله ان تكون استفدتوا. انا مازالين صيادين دابا الا كان شي طريقه مليح راه غنبارطاجيو معكم. الا كان السمسار بحال هكا المهم غير باش تعرفوا راه البيلوطه الطريقه ديال العجينه طريقه راه فعاله الاخوان اللي بارطاجيت معكم. المهم الانسان هو انه يجي يبدل الجو. تهز القصيبه ديالك تهز المسائل ديالك تجي تعيش ليا الاجواء. شوفوا غروب شوف الاخوان
تشد لك صايبه ديالك تصيب. هذاك الشيء ارزاق، بحال ما تعرف شنو غادي يعطيك، يا اما حوته كبيره يا اما حوته صغيره. ها هي البيلوطه الاخوان اللي بقات عاد شويه، شوفوا واش غيجيب من شي حوت ولا لا. بالنسبه للبيلوطه باش تعرف الحوت واش كيقيس عليك ولا لا، هو اصلا ملي كيبدا يضرب عليك كتحس فيه في القصبه، في القصبه كتبدا تحس فيه. كاينه الطريقه الثانيه هي انك كدير صبعك على السبيب هنايا، كتبقى تحرك ليه الطعمه كتاشيريه، ولا كيمشي يضرب عليك كتحس هنايا بالسبيب، كتحس بيه كيضرب عليك. هذيك الساعه كترد فيه انت، خاصك شكون ترد فيه مع يضرب عليك بعد ترد فيه بالزربه. هذه هي الطريقه الاخوان، ما كاينه شي حاجه صعيبه، قلت واحد ما تزاد معلم، حنا كاع تعلمنا مع رياض. السمسير قرن، هو الصراحه الاخوان خاص البحر يكون محرك. على المباشر هذا هو اللي قهرنا والله، تقهرنا والله. انا طالت الرشيه وش واحد الدري عمرناه راه مع بابا. ممسكين شقيتو من هذا شي 4 ولا 5 مازال غتزيد وشاد. هي شكالي نورمالمون خاصها ترجع الاخوان هذه، و خوتي المبتدئين بحال المدحوت راه كيرجع. ما يصلح له المقله لا الشواه. ها ولدو صافي ملي ولا يضرب علينا هذا الله خير صافي الله ولا يضرب علينا هذا. شو قداش واش الاخوان راه من فموش ملي ولا يضرب علينا هذا راه صافي، راه باينه صغيور هذا. شي كبر نرجع نجيبو والله العظيم. دابا مقصرين هذاك صافي رجعتيه تما كاين هذاك يعمر عليه الماء، ما غاديش نشدوه. شدوا رجعوا الماء خلي نمونطيو الكاسباش. حنا اصلا جينا معطلين شويه الاخوان، لقينا البحر خوا. المهم كيف ما شفتوا البيلوطه اللي عجلنا، المهم رفعاله لو كان الحوت الكبير غادي نضربوا الحوت الكبير. كما شفتوا الاخوان كاين غير سمسات. ها هي واحد الحوته طلعت حتى الاخر، شوفوا الاخوان كاين غير بحال ما هذا. غادي نزيدو نعطيو هذاك الدري حتى هو مع جماعه بحال هادو بزاف، غنعطيو ديك الوليد راهو دابا غادي نديمونطيو الاخوان القصيبه. المهم هذا الفيديو الاخوان غير باش نبارطاجي معكم كيفاش تعزلوا البيلوطه وتشوفوا الطريقه ديال الصيد والمصايد والرشان، هادشي اللي كاين الاخوان. المهم فيديو جديد جاي ان شاء الله عاوتاني، يكون البحر محرك، تكون الصياده زوينه عاوتاني ونبارطاجيو معكم الاخوان. بالمناسبه هذا الفيديو حيت معايا صديق ديالي باغي يتعلم بيلوطه، داكشي علاش قررت ندير هذا الفيديو هذا الاخوان. المهم كنتمنى يكون عجبكم، ما تنساوش واحد الجيم لايك كومونتير بارطاجي مع الاصدقاء ديالك الاخوان.